اللي بريحة هلي هلا باللي إلي هلا بتالي العمر هلا بالأول. راح أحكي لكم هذا مرة ركزوا. راح أحكي لكم على موضوع المونجارو. أوكي، شوفوا، المونجارو حاليا أكتر شيء نجح وبشدة إنه ينحف. للأمانة بينحف، لكن تعبه وأعراضه وأشياء كثيرة مرة تدمر إذا أنت ما استشاريتي الدكتور مثل ما أنا سويت. أنا ما استشرت فتأذيت، فيصير عندك مشاكل في الكبد، وصار عندك مشاكل كثيرة حتى نفسية ترى. فلازم تستشيري الطبيب. بس لما تستشيري الطبيب يكتب لك إبرة المونجارو، لازم تعرفي إنه المونجارو نادرا ما تخليك تروحي للجيم. يعني طبعا احنا اجسامنا تختلف، بس نادرا ما تخليك تروحي للجيم. ليش؟ لانه التعب بيصير عندك سبحان الله ارهاق بسرعة، كسل فظيع بقول لكم. اذا انت بتقدري تمشي مثلا في التابي غولون ساعة مثلا هذه المشاية ساعة، ممكن ما تقدري تمشي ساعة، يمكن تقدري تمشي في 10 دقائق وتصيري تنهجي وتموتي كأنك مسوية ما بعرف كورس كامل فلا. فهذا الشيء. بس في ناس يقدروا يسووا المونجارو ويقدروا يسووا الجيم، تمام. الاثنين هذول مونجارو والجيم شيء بيرفكتو. إذا أنت من النوع الجسم، والمونجارو ترى مش تحطيها هي بتنحفك، لا، هي مش كذا، هي ما بتشتغل كذا. المونجارو هي أصلا بكل درجاتها، بكل ماركاتها، بكل شيء، هي عبارة عن أنسولين بياخذوه أصحاب السكر، تمام. صار مصرح حاليا هذا الأنسولين للتنحيف، اللي منه موزامبيك، مونجارو، كل هذه الإبر، تمام. هذه الإبر شو اللي بتسوي لك؟ هي مش هي اللي بتنحفك. الأنسولين شو بيسوي؟ انت لما ليش بحكي لكم على الطاقة بتروح منك ويصير عندك كسل؟ لأنه كل هذا الشيء من وين بناخدها؟ من السكر. الطاقة والنشاط والأشياء بناخده من السكر والأكل، أو الأكل اللي فيه سكر، تمام. كل هذا ناخد منه طاقة. الأنسولين لما أنت تحقنيها بتعدم لك السكر نهائي، بتفشخولك ما في سكر، دمك ما في سكر، جسمك ما في سكر. فشو بيصير الجسم؟ لأنه أنت كيف تتخني؟ أنت بتصير تأكلي السكر مثلا الحلويات وكذا، وتأكلي أكل، تمام. الجسم بيروح يحرق لك السكر وبيترك لك الأكل، بيصير يسوي فات، يسوي دهون، وبيتخزن في الدهون. فشنو بتتخني؟ لما تسوي الأنسولين هذه المونجارو، بيصير إنه بيصير عندك الدم مو موجود فيه السكر، الجسم مو موجود فيه السكر، فالجسم ما بيلاقي شيء يحوله إلى طاقة، ما بيلاقي شيء يحوله إلى جليكوز. فشو بيصير؟ بياخد من فشو بيصير؟ انه بياخد الاكل اللي انت مخزن عندك، وبياخد منه، بياكل منه، بيحرق منه، بيصير يحرق من الاكل، حتى من الدهون الصعبة. شوفوا المونجارو شو ممكن تساعدكم، الشيء الواو بيرفكت اللي ممكن تساعد فيكم هو الدهون الصعبة اللي انت ما تقدرين تشيليها. في دهون جيم ورياضة لازم لها مدة طويلة، لانه هذه الدهون تسوت بعد سنوات، ما راح تروح بعد شهور. فهمتي كيف؟ انت تخنتي مش بعد شهرين 3 شهور، لا، انت تخنتي بعد كتير، يعني كتير، سنة ورا سنة انت جمعتي دهون، فهذه الدهون متجمدة عندك قديمة، فتكسيرها كتير صعب. في الرياضة، في الرجيم، لازم له شو؟ وقت. ففي ناس ما بتصبر تاخذ هذا الوقت عشان شو؟ تنحف. فالإبرة هذه بتكسر لك هذه الدهون. كيف بتكسر الدهون؟ لأنه خلاص هي ما في
في الجسم سكر، ما في الجسم شيء تحوله إلى طاقة، بتروح للأكل. أي شيء بتاكليه، أي شيء بتصير تاخد منه. وشو بيصير كيف تنحفي؟ كمان مدة الهضم تتغير عندك. مشان هيك بقول لكم الإبرة ممكن كمان تسبب لكم مشاكل في الهضم. ليش؟ احنا في المعدة الطبيعية، احنا في جسمنا الطبيعي الهضم بيروح من ساعة لساعتين ماكسيموم، بيصير الهضم كامل. تمام؟ مع الإبرة هذه بتخلي هضمك من 6 ل7 ساعات، وهذا بيخليك تحسي انك انتي شبعانة، بيعطيك شعور بالتخمة، انك انتي بطنك مرة مليانة لسبب البطء الهضم اللي عندك. فبتصيري تحسي دايما انك شبعانة وما بتاكلي اكل. تمام؟ بيعطيك شعور بالشبع، مش بس بالشبع، مش بالشبع، ف بيصير اللي عندك الهضم مرة بطيء جدا، وهذا شو بيجيب لك غثيان، بيجيب استفراغ كتير، بتصيري تستفرغي كتير، بتصيري تحسي طاقة ما في، تكرهي شيء اسمه أكل، انتي ما بتصيري تشتري حتى الأكل، فما بتصيري تاكلي. هذا بيؤدي لنحف مفاجئ. وكمان حتى لو توقفي، لما توقفي الإبرة بضل أعراض. لأنه شوفوا أقول لكم شيء، أنا فعليا راح أقول لكم بصراحة، أنا كنت سويت آخر مرة وقتها من سنة، سويت ل15. هذه هي اللي دمرتني. أنا كان عندي رغبة في النحافة بطريقة أوفر، مع إني ما كنت تخينة، بس كنت مليانة. وما أنا مش من النوع اللي أحب جسمي يكون، أنا ما أحب أنا ما أحب حتى الكيرفي بودي، ما أحبها. أنا ما بحب التخن من زمان، من لما كنت مشاركة في ملكة جمال. أنا ما أحب بنت تخينة، أحس ظلم. فهذا لما أشوفه في نفسي كان كذا يقهرني. غير إني أي بنت تروح تقيس يجيك اكتئاب، أنا بعرف هذه الأشياء، أعرف الأحاسيس. أنا مرة جلست في مكان القياس عشان فستان ما جاء علي، وجلست في مكان القياس أبكي. فهذه الأشياء هي اللي خلتني إني صراحة أتهور وما أروح للدكتور، لأن الدكتور كان رح يقول لي لا. وأنا كنت مريضة زمان، كنت صغيرة بالكلى، فكنت ممكن هالأشياء يقول لي لا ما تسويها، فرحت سويتها. فدمرت فعليا نفسيتي أنا، استفراغ، أعصب، كل شيء، أحس الدنيا سودة. فهذا الشيء مرة أذاني في نفسيتي، في صحتي، في كتير أشياء. بس نحفت لأنه أكيد بنحف، مرضت وكتير أشياء نحفت. فحتى لما وقفتها ظل هذا البطء في الهضم، صار عندي مشاكل في الهضم. هلا أنا باكل هلا، ما عندي مشكلة. بس أصلا ما بتتخني ترى في كم شهر. شوف أقول لكم شيء، هلا أنا باكل ممكن فجأة توقفوني تخنت. أكيد كان يصير معايا قبل ترى، لأنه أنتي لما تاكلي بتقولي أنا ما تخنت، ما زدت. هي مش كذا، بعدين بتشوفي الميزان تغير، بعدين فعليا. حتى النحف ترى في الأول لما تسوي المونجارو ما كان وزني ينزل، بس فجأة نزلت. فهي مش بهذا الفكر. فشو بيصير؟ وقتها أخذت 15. هي الإبرة شو فيها 2.5، يعني 2.5، وفيها 5 يمكن، وفيها 6، وفيها 10، وفيها 11، وفيها 12، وفيها 15، كل الدرجات. فأنا كنت أخذت، شوف أنا ما أخذت 15، أنا كنت رحت للصيدية ما لقيت إلا 15 وقتها. فما كان بده الصيدلي يعطيها لي صراحة. وبعدين قلت له أنا خسرت أشياء وعطاها لي. قلت له إنه أنا يعني عندي دراية فما كان يهبني على ركبتي، بس أنا المهم فسويتها. فدمرتني فعليا، بس نحفت بس أذيت كتير أشياء. أنا طاقتي غير الطاقة مرة. أنا ما كنت تخينة، فمشان هيك لما نحفت ما عندي ترهلات، ما عندي هالأشياء، لأني ما كنت تخينة، كنت بس مليانة شوي. فإذا أنتي تخينة، يعني تخينة دبدوبة، ما تسوي المونجارو بدون جيم.
تلاقي نتيجة، يعني راح تطلعي من أزمة، من عقدة لعقدة تانية، لأنه راح تشوفي ترهل رهيب. فحاولي تسوي الموجارو بس معاها الجيم، الرياضة. فإذا أنت ما بعرف، شوفوا الدكتور اللي راح يحدد لكم هل أنتوا راح تقدروا تسووا الجيم ولا لا. لأنه شوفوا ترى هذا الشيء بيأثر حتى مع المدى البعيد. يعني أنا وقفتها، بس النشاط غير النشاط، الطاقة غير الطاقة، بسرعة صرت بتعب. أنا إنسانة أنا لما كنت بدوبة، يعني لما كنت مليانة شوي ياي كنت كحركية أوفر. الجيم أنا كنت مرة يعني في الجيم جيم يا أختي، الجيم جيم، ما أقول لك، كنت أسوي تمريني بذمة وضمير وما أتعب. يعني أسوي ساعة تابيغولون قبل، يعني وبعدين تمرين وأجلس تمارين يعني. فشو كان يصير معايا؟ إنه أنا ما كنت أسوي رجيم، لأنه أنا صعب أسوي رجيم. أنا ما كنت أنا ما أحب الرجيم. ليش؟ لأن أنا إنسانة ما أكل خضار، فالرجيم بالنسبة I love you.